قناة بريست في 5 قناة عربية بدأت منذ 6 أشهر وتحاول إرضاء الجميع. توصل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم بعرض جديد من نادي كوليبا الإماراتي من أجل إعارة لاعبه إرضا الهجوهوج في فترة الانتقالات الشتوية الحالية للمرة الثانية على التوالي وإلى غاية نهاية الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد أن لعب الهجوهوج مع كوليبا الموسم الماضي. وعرض النادي الإماراتي على الوداد 140 مليون سنتيم قبل إعارة اللاعب 6 أشهر، فيما عرض على اللاعب مبلغ 110 مليون سنتيم كرواتب، بالإضافة إلى المنح والحوافز والسكن وسيارة خاصة. ومن المنتظر أن يقبل النادي الأحمر عرض الفريق الإماراتي، خاصة وأن مدرب الفريق الحسين عمودة لا يعتمد كثيرا على الهجوهوج في مبارياته هذا الموسم، بالإضافة إلى أن اللاعب يطمح هو أيضا إلى تغيير الأجواء. ويعتبر الهجوهوج في حال اتمام انتقاله هو ثالث لاعب مغربي ينضم على سبيل الإعارة للنادي الإماراتي هذا الموسم، بعد عبد الرحيم مقرن لاعب حسنية أكادير وعمر المنصوري لاعب أولمبيك آسيوي.